تتفقون وياي هاي أطيب لفة كباب طاوة عروق، وياها باذنجان مقلى ريحان ونعناع، ونغمسها طماطة لاجعة بالدهن. اليوم جه عالبال نواشف، سويت كباب طاوة بطريقة تقليدية بدون أي إضافات، لحم مثروم ويا ريت بالإيد، بصل وكرفس، ملح وفلفل أسود وكركم وشوية طحين وعجنته. لوبيا نازلة فريش جديدة بالسوق، خليت لها مي وخليتها على النار. عجبني أسوي فلفل بالخل، فلفل عليه رشة ملح وقليل من المي وقليل من خل التمر، ونخليه على النار لحد ما يستوي بدون ما ينمرد. بهالشكل هذا سويت وياه بوتيتا جدر الضغط، سلقتها تقريبا تاخذ نص ساعة على نظام رقم 3. هنا الفلفل بلش يستوي عندي وتغير لونه، انتبهوا لين ينمرد، خليه على صفحة لحد ما يبرد. هنا اللوبيا تغير لونها، أضيف لها مقدار الملح. البوتيتا استوت عندي، هسه نبلش نقلي طاوة وزيت حامي، ونسوي كباب الطاوة بهالشكل، أقراص أو أصابع مثل ما تحبون، أنا أحبه بهالشكل هذا لحد ما تكمل الكمية عندنا، ونخلي شوية يقسب ونطلعه على ورق كلينس. بعدها أكيد لازم طماطة لاجعة بالدهن ما تقبل غلط. قليت وياه باذنجان وزلاطة وطرشي والخضرة، وأكيد اللوبيا. علينا وعلى عيونكم بألف ألف عافية. أنتوا تحبون هذا الأكل قولولي.